قرر أنه يبني مدينة شبيهة بالجنة ويتحدى الله، لكن داكشي اللي أيوقع قبل الافتتاح حتى واحد ما يتوقع. شداد بن عاد كيسمع على جنة كاينة في السماء والوصف الخيالي ديالها طير ليه النعاس، قصور من ذهب وفضة، هو عارف راسو عمره يدخل ليها. جمع البنائين وقال لهم اتبنيوا لي مدينة على الأرض تكون شبيهة بالجنة. حنا اليوم كنعرفوها بمدينة إرم ذات العماد اللي الله قال لنا في القرآن الكريم بأنه لم يخلق مثلها في البلاد. اليوم نتكلموا على هذه المدينة المفقودة والصحابي اللي خرج يقلب على الناقة ديالو اللي تلفات وبالصدفة اكتشف مدينة إرم ذات العماد. داكشي اللي أيوقع لهذا السيد أغرب من الخيال، وخصوصا كيفاش يتأكدوا بأن عبد الله بن قلابة هو أول شخص يدخل هذه المدينة. تقول لي يا خليل كيفاش أول شخص؟ على قوم عاد ما سكنوش فيها. نقول لك هنا فين كاين اللغز اللي حير الجميع. عبد الله بن قلابة رجل عاش في عهد أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. واش هو صحابي أو لا تابعي؟ كاين اختلاف كبير. هذا السيد في واحد النهار الناقة ديالو هربات وما عرفها فين ردات بالراس، يخرج يقلب عليها في صحاري عدن. وهنا يا سادة تبدا القصة. في الوقت اللي كينتقل من مكان لآخر وفي وسط هذه الصحراء كيتفاجئ بواحد المدينة داير عليها حصن كبير. وسط هذا الحصن بزاف د القصور وأعلام طوال. حاول أنه يقرب منها، ربما يلقى شي واحد ويسولو على الناقة ديالو. الغريب يا سادة أنه ما كاينش حس بشري، ما كاينش اللي كيدخل أو اللي كيخرج. ربط الناقة اللي كان راكب عليها وجبد السيف ودخل من الباب. يلقى قدامه بابين عظيمين لم يرى في الدنيا شيء أعظم منهما ولا أطول. هاد البوابات فيهم مسامير من ياقوت أبيض وياقوت أحمر مضيء. السيد بدا كيغلبو الفضول، اش كاين وراء هاد البوابة؟ نفتحها ونعرف. عبد الله بن قلابة يشوف مدينة لم يرى الراؤون مثلها، كل قصر معلق من تحت منه أعمدة من زبرجد وياقوت. الغرف اللي من فوق كل قصر مبنيين بالذهب والفضة واللؤلؤ. الفضول كيخليه يقرب كتر، يزعم ودخل لواحد القصر يلقى الغرف مفرشين باللؤلؤ وبنادق من المسك والزعفران. وقف وبدا كيفكر مع راسو، انا منين دخلت لهذه المدينه وما كاينش حس بشري؟ هذه المدينه خاويه، تقول عمر سكن فيها شي واحد. الشوارع فيها اشجار مثمره ومن تحت منها انهار كيجري الماء ديالها في قنوات من فضه. بقوه الصدمه اللي هو فيها سمعوا الكلام اللي غادي يقول، واول فكره تخطر على باله: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما خلق الله مثل هذه في الدنيا وان هذه للجنه التي وصف الله. اي حاجه وصفها الله في الجنه كاينه في هذه المدينه، هذه هي الجنه، الحمد لله اللي دخلني ليها. فاش بدا كيستوعب داكشي اللي طرالو قال ما يمكنش تكون هذه هي الجنه، انا ما متش ومازال عايش. هذه المدينه مخبيه لغز عظيم ويمكن نكون اول شخص يدخل ليها. خاصني دابا نخرج منها، ولكن قبل ندي معايا شي دليل باش الناس يتيقوني. فاش حاول ياخذ الزبرجد والياقوت ما قدرش. هذه الاحجار الكريمه كانت مثبته في الابواب والجدران. وسط الغرف يلقى بعض اللآلئ وبنادق المسك والزعفران وخداها معاه. مباشره يخرج وركب على الناقه ديالو وبقى تابع اثار الاقدام حتى رجع لليمن. بمجرد ما وصل جمع الناس وحكى لهم على داكشي اللي وقع له. دوك اللآلئ اللي خدا معاه صفارو السيد ليالي وايامه هو شاد الطريق. عبد الله بن قلابه باع اللي باع وخلى منهم شويه. اخبار انتشرات في البلاد وكل شيء سمع على داكشي اللي شاف وعاش. امير المؤمنين معاويه بن ابي سفيان قال لهم بغيتكم تجيبوا لي عبد الله بن قلابه. صراحه هادشي اللي سمعت صعيب يتيقوا الواحد، بغيت نشوفه ونعرف واش بصح داكشي او لا غير طالقها علينا. عبد الله بن قلابه خرج من اليمن وصل للشام ودخل عند الخليفه وحكى له على داكشي اللي شاف بالتفصيل. معاويه بن ابي سفيان قال له اسمعني مزيان، انا في هذه اللحظه ما قادرش نتيقك. عبد الله بن قلابه يوريه بنادق المسك والزعفران واللآلئ. امير المؤمنين فاش يشدها في يديه ما لقى فيها لا ريحه لا والو. بمجرد ما دقها يا ساده يشم واحد الرائحه وكانها جايه من عالم اخر. هنا امير المؤمنين يتيقوا وقال له كيفاش انا عرفوا اسم هذه المدينه وشكون اللي بناها ولمن كانت؟ والله ما اعطي احد مثل ما اعطي سليمان بن داود. هادشي راه ما يمكنش، النبي سليمان عليه السلام وما كانش عنده مدينه بحال هذه. المستشارين قالوا يا امير المؤمنين انك لن تجد خبر هذه المدينه عند احد من اهل الدنيا في زماننا هذا الا عند كعب الاحبار. اش بان ليك تصيفط ليه يجي لعندنا وفي نفس الوقت نخبعوا عبد الله بن قلابه؟ الا كانت بصح هذه المدينه كاينه فاحكي لنا عليها وعلى الرجل اللي دخل ليها. شخص يكتشف مدينه اسطوريه بحال هذه اكيد يكون تذكر في الكتاب الاول. على حسب ما كان عارف ان هذا الرجل لم يخلق الله عز وجل احدا على ظهر الارض اعلم منه. كعب الاحبار يدخل وامير المؤمنين قال له يا ابا اسحاق اني دعوتك لامر رجوت ان يكون علمه عندي
عندك. السيد قال له مرحبا، سولني على أي حاجة أنجاوبك عليها. أخبرني يا أبا إسحاق، هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة وأعمدتها زبرجد وياقوت وحصباء قصورها وغرفها اللؤلؤ؟ يا سادة، سمعوا مزيان كعب الأحبار أش غادي يقول. لقد ظننت يا أمير المؤمنين أني سأموت قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها ولمن هي. أنا واجد نحكي لك عليها وشكون اللي بناها وعلاش بناها. يا أمير المؤمنين، صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد، وأما المدينة فإرم ذات العماد اللي الله ذكرها في الكتاب ديالو، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كعب الأحبار في هذه اللحظة يا سادة يحكي لنا على هذه المدينة الأسطورية وكيفاش تبنات. في قديم الزمان يا أمير المؤمنين، عاد كانوا عنده جوج الأبناء، شديد وشداد. عاد مؤسس الدولة فاش مات خلى موراه ولاد جبابرة ملكوا البلاد وقهروا العباد. القبائل طاعتهم، وفي ذاك الزمان ما كاينش اللي يقدر يعصي الأوامر ديالهم. في المشرق والمغرب فاش بدات كتستقر الأوضاع وتمكنوا من حكم البلاد، مات شديد وبقى شداد. أصافي ابتداء من هذه اللحظة الحروب تسالات والناس يعيشوا في سلام. إلا كان شديد كيعشق الحروب، فشداد ولا مسالم ويبدا يهتم بقراءة كتب الأولين الفانية. هو كيقرأ يبدا يلاحظ شيء غريب، جنة فيها مواصفات خيالية ما كيملش هو كيقرأ عليها، بنيانها من اللؤلؤ وياقوت. شداد بن عاد مده وهو كيفكر، هاد الجنة اللي كاينة في السماء صعيب أنني ندخل ليها، خاصني نلقى شي حل. أجي علاش ما نبنيش مدينة تكون شبيهة بالجنة وعلى هاد الأرض؟ تخيلوا معايا أنه يجيب 100 قهرمان، مع كل قهرمان 100,000 إنسان باش يعاونوه، أمرهم باش يختاروا أرض طيبة فيها الخيرات، أرض مباركة واسعة. بغيتكم تحولوها المدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد. من تحت هذه المدينة خاصني نشوف أعمدة من زبرجد، فوق القصور ديالها غرف، وفوق الغرف غرف أخرى. الشوارع ديالها يكونوا فيها أنهار وأشجار. دوك 100 قهرمان اللي جاب يكونوا مسؤولين على التخطيط والهندسة، هما البنائين. باستغراب شديد يسولوه، يا شداد منين أنجيبوا هاد الأحجار الكريمة كاملة؟ هادي راه مدينة على قدها، كيبان لينا هادشي مستحيل. شداد قال لهم، واش نسيتوا انني كنملك الدنيا كامله؟ دخلوا للبلدان اللي تحت الحكم ديالي واستخرجوا معادن الزبرجد والياقوت، غطسوا الاعماق البحار وطلعوا اللآلئ. الرجال اللي في ديك البلدان هما اللي يخرجوا لكم المعادن اللي كاينه، نتوما ما عليكم غير تجمعوا وتبداو في البناء. ملوك البلدان اللي تحت الحكم ديالو وصلتهم رسائل شداد وامتثلوا الاوامر. 10 سنين وهما كيستخرجوا في كنوز الارض وخيراتها. تقول لي يا خليل هادو غير كنوز الارض و10 سنين وهما كيستخرجوا فيها، شحال خاصهم الوقت باش يبنيو هذه المدينه؟ القهارمه خرجوا في الصحاري كيقلبوا على الارض اللي تصلاح وتكون فيها المواصفات المثاليه لمدينه إرم ذات العماد. واخيرا لقاو المكان المناسب وبداو في البناء. معاويه قال له، يا ابا اسحاق والله اني لاحسبهم قد اقاموا في بنائها زمنا من الدهر. قال نعم يا امير المؤمنين. يا ساده، مستعدين تسمعوا شحال ديال الوقت دوزوا في بناء مدينه إرم ذات العماد؟ كعب الاحبار قال له، انا لقيت في التوراه بأن البناء استمر لمدة 300 عام. معاوية بن أبي سفيان كيزيد غير يتصدم، وعلى هذا الحساب شداد بن عاد شحال يعيش؟ قال له هو من المعمرين و900 عام وهو معانا على هذه الأرض. أمير المؤمنين جالس وكيسمع في العجب العجاب، تيقول له ما تحبش، كمل لينا ومن بعد اش وقع؟ يا أمير المؤمنين، إنما سماها الله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لأنه ما كاينش في الدنيا شي مدينة مصنوعة من الذهب والياقوت والزبرجد وهذه المعادن النفيسة. شداد بن عاد يا سادة 300 عام وهو كيتسنى باش يدخل لهذه المدينة ويستمتع بها. يتحدى الله وبغى يبني حاجة تكون أعظم من ديك الجنة اللي يدخلوا لها المؤمنين بهذا الخالق. جا داك النهار اللي دخلوا عنده وبشروه، وأخيرا انتهينا من بناء المدينة وكنتسناوك تشرفنا. قال لهم رجعوا ودوروها بحصن كبير وحداه 1000 قصر. شداد أمر الوزراء والمقربين منه يوجدوا راسهم باش ينتقلوا للمدينة الجديدة. 10 سنين وهما كيوجدوا راسهم، الخدم والحشم والأقارب وأولاده ونساءه كل شيء الساعة، أيام وليالي وهما شادين الطريق لهذه المدينة الأسطورية. شداد بن عاد مزروب وبغى يدخل ليها ويشوفها ويستمتع بالانتصار ديالو على الخالق العظيم. تخيلوا معايا أنه بقات ليهم ليلة ونهار ويوصلوا
كلشي متحمس. على حسب كلام كعب الأحبار فالله أرسل صيحة من السماء أهلكت الجميع. شداد بن معاذ الطاغية وقومه يموتوا قبل ما يشوفوا هذه المدينة الأسطورية. 300 عام وهو كيتسنى باش يدخل ليها ويستمتع، وفي الأخير في ثانية وحدة يودع ومشى. كعب الأحبار يا سادة مازال ما سال هدرته، قال له يا أمير المؤمنين هذه المدينة سيدخلها رجل من المسلمين وفي زمانك هذا سيرى ويحدث بما فيها ولا يصدقه أحد. معاوية قال له واش تقدر توصفه لينا؟ قال نعم، هو رجل أحمر أشقر قصير على حاجبيه خالة. هذا الرجل يا أمير المؤمنين يخرج يقلب على الناقة ديالو في الصحاري وبالصدفة يكتشف مدينة إرم ذات العماد. كعب الأحبار فاش دار موراه يشوفه قال له يا أمير المؤمنين ها هو الرجل اللي كنتكلموا عليه. معاوية قال له هذا اللي كتشوف قدامك من الخدم ديالي وعمره فارقني، اش كتقول؟ يا أمير المؤمنين اسمعني مزيان اش نقول لك، هذا الرجل يا إما دخل ليها أو العادي يدخل ليها، وحده من الجوج. نزيدك واحد الحاجة، سيدخلها أهل هذا الدين في آخر الزمان. معاوية قال له يا أبا إسحاق لقد فضلك الله على غيرك من العلماء ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعطى أحد. كعب الأحبار قال له والذي نفسي بيده ما خلق الله تعالى شيئا إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى. بعض المرات يا سادة كنتكلم لكم على شي قصص فقط للمتعة وماشي بالضرورة نكون أنا متيقها أو لا وقعت بصح. يا سادة هذه المدينة الأسطورية زعما بصح كاينة، وعلاش الناس ما رجعوش معاه وشافوها؟ كيفاش هذه القرون كاملة وهي غابرة وحتى واحد ما قدر يلقاها؟ تقدر تقول لي خليل يأجوج ومأجوج حتى هما كاينين تحت الردم، فعلاش الناس مازال ما لقاوهم؟ وهو الصراحة عندك الحق، كاينين شي حوايج العقل ديالنا لحد الآن ما يقدرش يستوعبهم. الأصدقاء اللي كيعجبهم هذا المحتوى وكيستمتعوا وكيستافدوا ما تنساوش تخليو معكم لايك وتعليق وبارطاج واشتراك في قناتي على اليوتيوب، الرابط غتلقاوه لتحت في أول تعليق. وكيف ديما أصدقائي الأباطرة معاك خليل.